تخيلوا طائراً لا يتجاوز وزنه 20 غراماً، ومع ذلك يقطع آلاف الكيلومترات عبر السماء. ما السر وراء هذه القوة؟ وكيف يستطيع طائر صغير مثل الحسون أن ينجو في رحلة مليئة بالمخاطر؟ في هذا الفيديو سنكشف لكم أسرار هجرة طائر الحسون كما لم تسمعوها من قبل. يعد طائر الحسون واحداً من أجمل الطيور المغردة في العالم، معروفاً بألوانه الزاهية وصوته العذب. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا الطائر الصغير يخوض رحلة موسمية خارقة بحثاً عن الغذاء والدفء والبقاء. تبدأ هجرة الحسون مع تغير الفصول، فعندما يشتد البرد وينقص الغذاء خاصة البذور والحشرات، يبدأ الحسون في التحرك نحو مناطق أكثر دفئاً وغنى بالغذاء. إن هذه الرحلة ليست اختياراً بل ضرورة من أجل البقاء. تختلف مسارات الهجرة حسب المناطق. حساسين أوروبا تتجه نحو جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، أما حساسين المغرب فتقوم بهجرة قصيرة من الشمال نحو المناطق الأكثر دفئاً في الجنوب. ورغم صغر حجمه فإن الحسون يقطع مسافات طويلة بمنتهى الدقة والذكاء. الغريب في الأمر أن الحسون لا يهاجر عشوائياً، بل يعتمد على مجموعة من الوسائل الطبيعية الدقيقة: موقع الشمس في السماء، اتجاه الرياح، وحتى المجال المغناطيسي للأرض، وكأن داخله بوصلة طبيعية ترشده مهما كانت الظروف. رحلة الهجرة ليست سهلة، فالحسون يواجه البرد القارس وقلة الغذاء والطيور المفترسة وحتى الصيادين في بعض المناطق. والكثير من هذه الطيور لا يصل إلى النهاية، لكن من ينجح في إكمال الرحلة يعود أقوى وأكثر قدرة على التكاثر والغناء. الحسون ليس مجرد طائر جميل، بل عنصر أساسي في التوازن البيئي. يساهم في نشر البذور ويقلل من عدد الحشرات ويحافظ على صحة الغابات والنباتات، وهجرته تساعد في استمرار هذا التوازن الحيوي. وهكذا نرى أن طائر الحسون رغم صغر حجمه يحمل قصة عظيمة مليئة بالقوة والإصرار. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك، وانتظرونا في مقاطع جديدة من عالم الطيور.